سنعود بأكثر عن الحديث عن هذه المباراة، ولكن اليوم من خلط الأوراق من جديد في الدوري الإسباني كان غرناطة بفوزه المفاجئ اليوم على برشلونة في ملعب الكامب نو بهدفين مقابل هدف وحيد. أولا تقدم ميسي في الدقيقة 23 من المباراة بعد هذا التبادل الكرة مع غريزمان، ولكن الشوط الثاني لم يكن في الموعد بالنسبة لبرشلونة، كان سيء بالنسبة لبرشلونة، دفع ثمن أخطاء كبيرة في الدفاع خاصة في هذه الكرة. ماتشيس يتمكن من تسجيل هدف التعادل لمصلحة غرناطة قبل أن يأتي هدف مولينا هدف الفوز، ولم يستطيع برشلونة أن يخطف على الأقل نقطة كانت ستضعه في المركز الثاني، لأن الآن أصبح هو بنفس رصيد ريال مدريد ب 71 نقطة، ولكن ريال مدريد تفوق على برشلونة من حيث المواجهات المباشرة، لأن في الدوري الإسباني ما يؤخذ بعين الاعتبار هي المواجهات المباشرة وليس فارق الأهداف. وهنا الهدف الثاني يتحمل دون أي شك مسؤولية دفاع برشلونة، وبالإضافة إلى الحارس تير شتيجن الذي كان بإمكانه أن يفعل أكثر في هذه الكرة. الزميل أشرف بن عياد من برشلونة، مساء الخير أشرف، يقربنا أكثر لهذه الهزيمة الغير متوقعة لبرشلونة. مرحبا بك باسل. هزيمة غير متوقعة بالنسبة لبرشلونة الذي كان يطمح إلى اعتلاء الصدارة بعد أشهر وأشهر من الانتظار، بعد أشهر من المباريات الصعبة التي خاضها في أكثر من مناسبة. عانى كثيرا فريق كومان، نهض خلال الأشهر الماضية، توج بكأس ملك إسبانيا، لكنه عندما اقترب من الصدارة، عندما بات متوقفا على نتائجه من أجل التتويج بلقب الدوري، ضيع هذه الفرصة من جديد. برشلونة مطالب بالفوز بالمباريات المتبقية، لكنه سينظر دائما إلى النتائج الأخرى. الكثير من الانتقادات ستوجه نحو المدرب كومان الذي طرد في هذه المباراة. جوان لابورتا طيلة الأيام الماضية، طيلة الأسابيع الماضية، كان يتفادى الحديث حول مستقبل المدرب الهولندي. الآن الكثير من علامات الاستفهام، خصوصا أن برشلونة كان بدأ يحلم بالثنائية، لكن المهمة تتعقد، خصوصا أنه لم يعد متوقفا على نتائجه من أجل إحراز لقب الدوري. الجميع كان متحفزا في برشلونة خلال الساعات الماضية، خلال الأيام القليلة الماضية، كانوا يعتبرون بأن غرناطة ليس بالخصم الذي سيحرم برشلونة من النقاط الثلاث، لكن غرناطة المتألق هذا الموسم، المتألق أيضا أوروبيا، نجح في الوصول إلى ملعب الكامب نو، نجح في الصمود خلال الضغط الذي كان يطابقه برشلونة، سجل هدفين ويخرج بانتصار مستحق. برشلونة يعاني كثيرا، تغير المشهد في زمن قياسي، والآن كل الحديث حول مستقبل أيضا للمدرب رونالد كومان. شكرا لأشرف. وفي هذه الأمسية الأوروبية اليوم الأندية الإنجليزية تعاني